رانيا، نحن اليوم بدنا نقول لك الحمد لله على السلامة، لأنه أنت راجعة من سفر وفورا لعند رقية. بنعرف الصداقة القوية بينك وبينها، بس بعد الترند، بعد هالمشاعر، بين إنه كنتي سعيدة وكزدرتي وشفتي أولادك، بنفس الوقت كان شوية عذاب. خبرينا عن شعورك بهالرحلة الصعبة، لحتى لأنه نوثقها أكتر. بنعرف إنه الفيديوز هاللقاء تخطى ال5 مليون يمكن على كل الصفحات. مليون وصل. حبيبة قلبي، أول شيء يعطيكم ألف عافية موقع بيوتكم اللي بيواكبنا بكل المحلات. حبيبي، أولادي كان إلي 8 سنين ما شفتهم، لابني الكبير، والصغير إلي سنتين ما شفتهم. كنت عم حاول بكل الطرق اني اخذ فيزا لاقدر اشوفهم، ما عم يعطوني. فبالاخير كموقع مديرة الاعلام والاعلان اخذت الفيزا على فرنسا. فكنت متفقة اطلع لبنان، سويسرا، فرنسا، بروح شارك بالمؤتمر اللي انا مشاركة فيه. بعدين كفيت على المانيا، على الدنمارك لو وصلت لعندهم. كله عم يسالني ليش هالعذاب كل هالقد. هو لانه مضطره اروح شارك بالمؤتمر بفرنسا، وانا اخذ الفيزا عن طريق فرنسا، فلازم فوت واطلع عن طريق فرنسا. هي بتشكرهم كثير عليها. خلصت شغلي وكفيت على المانيا، من المانيا للدنمارك. فكنت هون بكل مطار كانوا عم بحققوا ويضايقوا معي وكذا. كنت قاعده على اعصابي، خاصه لي سنين بقدم على الفيزا وما بيعطوني اياها، وعلى طول كنت هيك. بس العالم انصدمت، لان ما حدا بيعرف شيء عن قصه اولادي ابدا. مشان هيك كان خبر نزل مثل الصاعقه على العالم انه رانيا عندها اولاد محرومه منهم. ايه، فكنت ابنك الكبير صار 8 سنين تقريبا. ابني الكبير عمره 7 سنين، هلا صار 15 ونص، يعني صار 8 سنين ما شفته. كان هيك عم يحرق بقلبي، بس بدي اشوفه. فكنت ناطره كل محل، كنت عم بتعذب يا رب ما تحرمني هاللحظه. فلما شفته ما بعرف شو حسيت. مات الغراض من ايدي، بكت لعنده، حسيت في شيء طلع من قلبي دوا براسي. حسيت يعني قد ما احكي لك هيدا الشعور لما الانسان ينصدم، يتعرض هيك للصاعقه، ما متوقع شو عم بيصير قدامه. ما بقى مصدق انه ابني صار طوله مترين وانا محروم منه كل هالوقت، وعم شوفه. يا ماما شفت اولادي يا ماما. احكي معه فيديو سيلفي، انه اوكي فيديو، ما غير ما تشوفي شخصي وتشوفي هيك شاب قدامك، الله يحميه تابع عقلي يعني. فهيك كان شعور منه طبيعي. وخاصة الموضوع تفاعلوا معه كثير نساء من الوطن العربي. ليه؟ لأن في كثير أمهات محرومين من أولادهم. فهيدا الشيء أساسي. أنا بطلب من كل ست محرومة من أولادها تخرب الدنيا وتعمل المستحيل لتوصل لهم، لأن هاللحظة ما بتتفوت. ابنك كيف عم يكبر بدون ما أنت تشوفيه، هذا كثير شعور صعب وما بيتعوض. يعني هول السنين اللي راحوا من عمر 8 سنين ابني كبر فيهم، أنا ما شفته فيهم. هدول ما حدا بيعوضني اياهم غير رب الاجر عند رب العالمين. فمشان هيك انه كل ام تحاول المستحيل لتوصل لاولادها. وما في حق بالدنيا ولا دين سماوي نزل بيسمح للرجال يحرم من اولادها. هيدا ما بيجوز. خلص انه اي اثنين طلقوا، انه الحياه بتكفي. بالنهايه هيدي ام، لا الام فيها تلغي دور الاب ولا الاب بيقدر يلغي دور الام. فمشان هيك انه قد ما احكي لك شعور صعب، يعني كان صعب، بس الي سنين بتعب لوصلت له. والحمد لله الله وفقني، لاني كنت حاطه هذا براسي اني اوصل له، وصلت له. نحن بدنا نقول لك عن جد الحمد لله. هيدا يعني انت شخصيه قويه، كمان زوجك داعم كثير كبير لإلك مهنيا وشخصيا، وكمان شخصيته نادره، لانه نادر اما نلاقي هيك شخص يدعم زوجته للاخر بكل شيء. وشفناكي في استقبالك مع ابنك الصغير، يعني كل هاي الامور بدها كمان ناس محيطين. انا لا اخبرك شغله، كل هالقصص انا وقتها طلقت حياتي ما بتوقف على شخص ولا وقفت على حدا. نزلت بيروت، درست، اشتغلت، اسست حالي، بنيت اسمي وصلت لهي المستوى اللي انا فيه. وصرت معروفه لكثير العالم الحمد لله. والعالم ما بتعرف قصه اولادي ولا بتعرف انه انا عم بتعذب. مين اللي بيعرف اني انا عم بتعذب وعم ببكي على اولادي؟ زوجي اللي واقف حدي. لان انا بعد 4 سنين تزوجت وصار عندي بيبي احمد، صار عمره 3 سنين. انه الحياه بدها تكمل. واذا المطلقه الله ابتلاها بالطلاق يعني وما توفقت بحياتها، هي ما عم تعمل شيء حرام. يعني لانه ما في حق بالدنيا يحرمها من حقها من اولادها، من تربيه اولادها او ترجع تشوفهم. يعني على الاقل بس عم بطلب شوفهم ما اكثر. فزوجي شايفني عم بتعذب، فكان هو دائما عم نزلني على السفرات. كل ما كنت عم بنرفض كان هو واقف حدي عم يدعمني، لحد ما اخذت الفيزا. وكان اكيد عنده ملء الثقه فيني لاني انا قدها يعني. وقدرت رحت
6 مطارات لو وصلت لهم الحمد لله، انه هيدا انجاز بحد ذاته. وبص كل ست محرومه من اولادها تخرب الدنيا توصل لهم، لانه ما في شيء بيعوض الام عن فقدان ابنها. يعني انت اذا الله رب العالمين حدا ابتلاه بابنه توفى، انه هيدا ابتلاء من رب العالمين، بس منه شخص عايش بالحياه ويحرمك من ابنك. ليه؟ شو ذنب؟ شو هالذنب اللي عملته؟ مع اني كنت بالقبل دعمته كثير واقفه حده، بس اوقات خاص بيبقى رجال عندهم هيك حقد على انه قدرت كفي بدونك وحياتي ونجحت وكذا، بس انا اولادي ما فيك تحرمني منهم، والحمد لله الله وفقني قدرت وصلت له الحمد لله. نشكر الله وعن جد الف مبروك، وهيدي وثقنا لك اياها على بيروتكم كمان. انا موقع بيروتكم بحبكم قد الدنيا، وشكرا لكل المواقع اللي حكيت عني، وانتم اول حدا بعطيه انترفيو، لانكم انتم دائما الاوائل، بحبكم قد الدنيا.